عم إبراهيم مربي مواشي ناصح. عارف إن التأمين هيوفر حاجات كتير عليه في تربية المواشي بتاعته، يعني منها مثلا إن هو يقدر يصرف ردة من المطحن بسعر أقل من بره، ومن حقه إن هو يصرف 30 كيلو في الشهر للحيوان. كمان من حقه إنه لو حاجة حصلت للحيوان يقدر يروح يكشف ويعالج الحيوان بالمجان في الوحدة البيطرية، ده في حالة توفر العلاج. ولو مفيش علاج برضه الكشف هيبقى بالمجان. وكمان يقدر يصرف تعويض بيوصل ل100% للحيوان بتاعه لو جراله أي حاجة. طب بالنسبة للردة وكان فاهمها، ما هو كل شهر بيجي ياخد الورقة اللي يصرف بيها من المطحن. وكمان بالنسبة للعلاج برضو فاهمه، أي حاجة تحصل لحيوانه بيروح الوحدة البيطرية. إنما بقى اللي كان محيره هو إيه هو اللي أعمله عشان أقدر أصرف تعويض يوصل 100% من تمن الحيوان بتاعي. عشان كده عم إبراهيم راح لنا الإدارة البيطرية وقال لنا هو أعمل إيه عشان أحصل على تعويض كامل لحيواني. وكانت الإجابة من خلال 3 خطوات لازم أعملها عشان أقدر أصرف التعويض ده. يلا نشوفها. أول خطوة معايا وهي إن أنا لازم أركب الرقم الأصفر والرقم البني الحيواني، يعني لازم أركب للحيوان في ودانه رقم أصفر ورقم بني، يجي الدكتور ويركب لي في ودن الحيوان. طب لو الحيوان ديت عصبي ومش راضي الحاجة تتركب له، يبقى أخد بالي إن أنا ما أعملوش تأمين. ليه؟ لأن أنا في الحالة دي بضيع حقي في العلاج، وبضيع حقي في إن هو لو حصل نفوق يبقى برضو مش هقدر أصرف تعويض. ليه؟ لأن أنا ببساطة ممكن أبيع واشتري في الحيوان ديّة وأقول هو ده اللي كنت مأمِّن عليه. لا، الصندوق خُد بالك مش هيرمي فلوسه في الأرض، لازم يكون الحيوان اللي متركِّب له الرقم البني والرقم الأصفر هو بس اللي ياخد العلاج بالمجان، هو بس اللي ياخد تعويض لو جرى له حاجة، مش أي حيوان والسلام. طيب دي نقطة. النقطة النقطة التانية معايا وهي إنك ما تقصّرش مع حيوانك. يعني إيه؟ يعني سيادتك لمّا ييجي مأمورية التحصين لازم تحصّن الحيوانات. مأمورية التحصين اللي هو الحمى القلاعية والوادي المتصدع اللي بتبقى كل 4 شهور، ومأمورية الجلد العقدي اللي بتتاخد للأبقار ودي بتبقى مرّة في السنة، ولو هو غنم يبقى في جُدري الأغنام ودي برضه بتبقى مرّة في السنة. يعني أي مأمورية تحصين سيادتك لازم تحصّن، لإن لو حصل أي حاجة لحيوانك نتيجة إن أنت ما حصّنتش مالكش أي حق في التعويض ولا في العلاج. طيب تاني حاجة معايا وهي إن أول ما حاجة تحصل لحيوانك تطلع تجري على الوحدة البيطرية وتكشف على الحيوان. طب إيه هي الأمراض اللي أنا أقدر بيها أروح الوحدة البيطرية وآخد الكشف والعلاج بالمجان؟ هنزل لكم جدول في آخر الفيديو في كل أنواع الأمراض اللي هي ممكن تقدر تكشف بيها وتعالج بيها حيوانك بالمجان. طيب النقطة التالتة والأخيرة، النقطة التالتة معايا وهو الإبلاغ الفوري في حال النفوق أو الذبح الاضطراري أو السرقة. طيب أول حاجة في حال النفوق اوعى سيادتك تتخلص من الجثة وتروح سيادتك قاطع لي الودن وفيها الرقم وتجيلي وتقولي أهو الحيوان بتاعي مات يلا اعملي التقرير. لا، سيادتك لازم الدكتور لازم يجي بنفسه ويشوف الحيوان وهو ميت ويبتدي يقطع هو بنفسه الودن ويقطع الرقم البني والرقم الأصفر عشان يكتب التقرير بتاعه. طيب لو انت سيادتك اضطريت لذبحه اضطراري نتيجة مرض مفيش علاج فيه، أو نتيجة حريق أو نتيجة كسر، فبرضه لازم تحافظ على اللحمة لحد ما الدكتور يجي وتكون الراس متصلة بالجسم، والدكتور برضه هو اللي يقطع الودان علشان يعرف إن الودان دي بتاعة الحيوان المتأمن عليه، عشان كل دي أوراق بنرفقها مع التقرير اللي بنبعته عشان موضوع التعويض. طيب في حالة بقى السرقة، في حالة السرقة أو خيانة الأمانة لازم برضو تسرع إن أنت تبلغ الشرطة خلال 24 ساعة من الحادثة، عشان برضو الورق ده كله بيروح مع التقرير اللي بيرفق عشان التعويض. وكده تحافظ على فلوسك وتحافظ على إن أنت تقدر تصرف التعويض لحيوانك لو نفق نتيجة إن أنت مأمن عليه. وفي النهاية دي جدول للأمراض اللي هي لما تروح المؤمن عليها هتكشف بالمجان وهتعالج بالمجان في حالة توفر العلاجات الموجودة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.